اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده هنتكلم عن النظام الغذائي اللي يساعدك في التخلص من جرثومة المعدة خلال فترة العلاج. في ناس علقت على فيديوهين انا كنت عاملهم. واحد كنت انا عامله للمستكة اليوناني، والتاني كنت عامله للبان الذكر والزعتر. والحاجتين دول هم من الحاجات الكويسة جدا واللي بتخلص الجسم من جرثومة المعدة. في ناس علقت انت كنت بتاكل ايه او النظام الغذائي في خلال الفترة دي كان ماشي ازاي. فحلقتنا النهاردة هيكون فيها كل التفاصيل اللي انا كنت بعملها في خلال فترة العلاج. سواء بقى انت بتاخد اللبان الذكر، بتعامل باللبان الذكر والزعتر، او بتاخد المستكة اليوناني، فالاكل هيكون هو نظام واحد وثابت. اول حاجة ابعد عن المسبكات بكل انواعها. تاني حاجة هتبعد عن الألبان بكل أنواعها ما عدا الزبادي. تمام، يعني مفيش بقى جبنة رومي، مفيش لبن، مفيش الكلام ده خالص. هتبعد عن المخبوزات كلها، الحمضيات كلها. طبعا الجرثومة بتعمل غازات، أي شيء بيسبب للغازات هتبدأ إن أنت تبعد عنه. طعمية، خيار، التفاح، خلي بالك التفاح بيعمل غازات. الحاجات اللي هي بتعمل غازات حاول بقدر الامكان ان انت تتجنبها في فترة العلاج دي مدة 15 يوم. تمام. هتبدأ ان انت طب هتاكل ايه الاكل اللي انت هتاكله. انا الفترة اللي انا كنت باخد فيها العلاج بدأت ان انا اكل شوربة خضار وزبادي، سمك مشوي، رز، مكرونة. حاولت بقدر الامكان ان انا يعني ما ازودش حاجات كتير على قد ما اقدر طول فترة ال15 يوم لحد ما خلصت. طيب هل دلوقتي هبدأ ان انا بعد ما اخلص ال15 يوم هرجع اكل عادي جدا؟ لا طبعا مش هترجع برضو تاكل عادي جدا. هي تبدأ تمشي كل حاجة بالتدريج. المسبكات هتقلل منها برضو بنسبة كبيرة جدا. الحمضيات برضو تحاول بقدر الامكان ان انت تحافظ على انك ما تاخدش حمضيات كتير لحد لما تحس نفسك ان انت خلاص بدأت ترجع لطبيعتك خالص. ما عادش فيه اي احساس بارتجاع مريء، ما عادش فيه اي احساس بالغازات. كل الحاجات دي انتهت من عندك خالص. كل اكل هتبدأ تاكله هيكون بكميات متوسطة. ما تحاولش بقدر الامكان ان انت يعني تزود، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما تحاولش ان انت تزود في نسبة الاكل. لو انت مثلا بتحب تاكل الطبيخ ما تحاولش ان انت تاكله بكمية كبيرة، علشان ده هيرجع لك الارتجاع وهيبدأ برضو جرثومة المعدة تبدأ ترجع لك تاني. العلاج اللي انت خدته ما تقطعوش برضو خالص مرة واحدة. هتخلي العلاج بتاعك يكون موجود كل مثلا 3 4 ايام او كل 5 ايام. هتبدأ ان انت تعمل المشروب اللي انت بتشربه صبح وليل، صبح وليل، يومين او 3 ورا بعض. وبعد كده ايه تعيش حياتك عادي. كلت النهارده مثلا شيء انت حاسس ان هو ممكن ينشط الموضوع و... والكلام ده، هتبدأ ان انت تجيب المشروب اللي انت بتعمله وتبدأ تشربه برضه في نفس اليوم، بحيث ان انت ايه تقي نفسك ان اي شيء يرجع مرة تانية. وان شاء الله مع الوقت هتلاقي كل حاجة انتهت وكل حاجة بقت كويسة جدا ورجعت معدتك لطبيعتها خالص. كل الاعراض اللي انت كنت بتحس بيها هتلاقيها انتهت. وربنا يشفي الجميع يا رب. ويا رب تكون استفدت من الحلقة بتاعت النهاردة، وان شاء الله تكون ليها نفع عليك وعلى غيرك وعلى كل اللي بيسمعنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.